الأيتام والمؤسسة العامة الاستهلاكية لم يثني عزيمة السوريين على إكمال طريقهم في بناء الوطن. سوريا عربية. على وقع هذا التصفيق والابتسامات يخط أبناء دار الأيتام طريقهم ليقهروا بذلك غدر يد الإرهاب التي أرادت بهم سوءا، ليرسموا ومن جديد حياة تعد بمستقبل أكثر إشراقا، وليعبروا وبكلماتهم البسيطة عن ظلم هذه المجموعات الإرهابية. هالانفجار اللي صار حرام، شو بدهم يعني بالحرية؟ شو بتسوي الحرية؟ وهذه يعني هي مدرسة أيتام بيفجروها، كل الأولاد مشان يربون أهاليهم ميتة بيفجروا هالانفجار. عيب والله، الله لا يسامحهم إنه هيك عم يعملوا فينا، حرام يعملوا هيك. إنه هي مدرسة أيتام والأيتام شو اسمه وهن عم بيساعدونا وعم بيساعدوا الأيتام. جريمة الغدر هذه زادت من وعي الأطفال ليدركوا أن بلادهم تتعرض لإرهاب مجموعات مسلحة لم تسلم براءتهم منها، ليتمنوا زوالهم مع إشراقة شمس العام الجديد. بتمنى تخلص هالمظاهرات، نخلص من هدول المخربين، هدول قاعدين يعني يخربون لنا بلادنا. إن شاء الله بيصلح الوضع، بتصير سوريا أحسن من الأول. سوريا الله حاميها، تخلص المشاكل يعني والله ينصر سوريا. جريمة غيرت معالم دار الأيتام والمؤسسة العامة الاستهلاكية في لحظات، جريمة وأن كان لها وقع أليم على الكبار والصغار، إلا أن أيدي الخير سارعت لتنظيف وإعادة بناء ما هدم. أسماء شهدائنا الأبرار